وانا كنت بعمل مثلا الزماله بتاعتي مثلا كنت بعافر علشان اعرف السورس اللي انا هذاكر منه. انا عايز بس حد يقول لي السورس اللي انت هتذاكر منه، بتذاكره ازاي بس يا جماعه؟ انا مش بقول لك ذاكر لي، مش بقول لك اديني اسئله الامتحان ولا حاجه، انا عايز بس تقول لي ذاكرت منين علشان اذاكر منه، مش اكتر. والله العظيم كنت بعافر. بعد ما انت هتخلص كلية هتكتشف ان كتير قوي من الوظائف، كتير قوي من الفرص اللي انت ممكن تاخدها سواء جوه مصر او بره مصر هتكون معتمدة على العلاقات. لو انت في يوم من الايام خلصت الكلية لقيت نفسك انك بتعرف نفسك بعد 7 سنين كلية انك انت دكتور، مش لاقي حاجة تانية تعرف بيها نفسك، تعرف ان كان في مشكلة كبيرة قوي. احنا لابسين نفس البنطلون زي بعض. احنا ركبنا العربية هنقول ايه؟ بسم الله، بسم الله توكلنا على الله، ولا هوا ولا توتر ولا بلاء ها؟ ولا سي. يلا انزل على خفيف، كيرفول عشان ما نخبطش العربية. maybe عشان كده. عشان كده هي الدنيا زحمة. صباح الخير. النهارده يوم جديد، يوم جميل ان شاء الله. لسه بس موصل فيديو الجمبوز بتاعه، فكعادتنا الاسبوعيه وربنا ما يقطع لنا عاده يعني ان شاء الله هقعد في العربيه، هقعد اشتغل شويه. جبت معايا اللابتوب مخبيه تحت البتاع بس عشان محدش يعني يتهور ويكسر الازاز ويسرق اللابتوب. وفي نفس الوقت برضه انا كنت عامل حركه غبيه ان انا اصلا سايب الازاز مفتوح، يعني شايفين انا سايب الازاز مفتوح، فيعني يلا بس انا قلت يعني هم خطوتين رايح هناك يعني، فمش رايح بعيد، ف اتس اوكي يعني. المهم النهارده الموضوع اللي انا بفكر ان انا اتكلم فيه واتطلب مني كذا مره من بعد الفيديو اللي انا عملته بتاع ثانويه عامه، اللي هو كنت بقول فيه 3 نصايح كان نفسي حد يقولهم لي لو انا كنت ثانويه عامه دلوقتي. وفي الواقع يعني لو انتوا اتفرجتوا اصلا على الفيديو هتلاقوا انه كان مش موجه بس للثانويه عامه، هو كان موجه لكل الطلبه او اي حد بيدرس او اي حد بيذاكر او اي حد لسه هيبدا يذاكر. بس انا كان عنوان الفيديو بس ان انا ايه بقول ثانويه عامه، لان هو الناس اللي بتمتحن دلوقتي هم الناس بتوع ثانويه عامه، بس هو في الواقع موجه لكله يعني. بس الفيديو بقى اللي اتطلب مني ان انا اعمله وهو ايه النصايح اللي كنت اتمنى ان حد يقولها لي، او النصايح اللي انا اقولها لنفسي لو انا كنت لسه طالب في كليه طب دلوقتي، ايه الحاجات اللي اعملها، ايه الحاجات اللي ما اعملهاش، الحاجات اللي اخد بالي منها، الحاجات اللي مش عارف ايه. اعتقد ده هيكون وقت مناسب جدا ان انا اتكلم عن الموضوع ده، خاصه انه معظم او يعني مؤخرا يعني كتير قوي من الناس المتابعين اللي جم في القناه ليهم اهتمامات بالمجال الطبي، فممكن نعمل الفيديو ده عن كده. هو اصلا يعني الناس اللي موجودين على القناه يعني خلينا احنا مقسمينهم كده كذا فئه. ناس مهتمين بالسفر وعايزين يسافروا، فبيشوفوا حياه حد بره عامله ازاي في المكان اللي هم نفسهم ان هم يروحوا فيه، سواء في بريطانيا بقى او في اوروبا، يعني تقريبا هي نفس العيشه يعني الى حد ما. او ناس اوريدي مسافره فبتحاول ان هي مثلا في عندها مشاكل وكده فبتريليت ليها. او ناس طلبه لسه في كليه طب، باعتبار ان انا دكتور فناس عايزه تمشي على نفس الطريق، ودي حاجه كويسه مفيش اي مشكله يعني. لو انت شايف ان الطريق اللي انا مشيت فيه ده حاجه كويسه، ده حاجه يعني تساعدني انك انت تكون عايز تعمل كده وتوصل ان شاء الله. اتمنى لك انك انت توصل يعني، طالما انت بتتمنى لي الخير فانا اتمنى لك الخير، ليه لا. او طلبه في ثانويه عامه ونفسهم يبقوا دكاتره، مش حتى مش اهتمامهم السفر ولا اي حاجه، بس هم نفسهم ان هم يبقوا دكاتره فبيشوفوا حياه الدكتور بصفه عامه عامله ازاي. او ناس عندها، ودول بقى اللي مؤخرا بقى بداوا يجوا برضه في القناه، اللي هو الناس اللي مهتمه بتربيه الاطفال في الخارج بره يعني، بعيد عن الثقافه بتاعتنا او الكالتشر بتاعتنا وكده يعني. فوقف الفيديو دلوقتي وقول لي انت انهي واحد فيهم بالظبط، علشان اعمل احصائيه مع نفسي كده يعني وانا قاعد واشوف
كميه الناس اللي مهتمه بكل مجال، فاقدر ان انا اتارجت او اعمل الفيديوز اللي ليها علاقه بيهم او ازود من الفيديوز. يعني مثلا افرض ان انا لقيت مثلا الناس اللي مهتمه بالسفر كتير مثلا، فليه ما اعملش مثلا فيديوهات ليها علاقه بالسفر اكتر؟ لقيت مثلا الناس اللي مهتمه بالتربيه كتير، فليه ما اعملش حاجات من كده؟ فانتوا قولوا لي يعني انتوا انهي فئه منهم وحابين نعمل فيديوهات عن انهي حاجه اكتر، او نكتر من ايه اكتر، فنحاول نعملها يعني. الموضوع بقى اللي هو بتاع النصايح اللي كان نفسي حد يقولها لي لو انا كنت لسه طالب في كليه طب، طبعا انا هقولها من منظور واحد خلاص خلص كليه طب واشتغل دكتور كذا سنه دلوقتي، وسافرت بره واشتغلت دكتور، وشفت الطلبه اللي موجودين في كليه طب بيعملوا ايه دلوقتي. النصايح دي معظمها انا ما كنتش بعملها، بس كنت اتمنى ان انا كنت اعرفها، او كنت اتمنى حتى لو انا كنت عارفها ان انا كنت اطبقها بشكل اكبر بكتير. لا الكوت، الجو جوه العربية حر، الجو بره هوا بس جوه العربية حر، بس يعني يلا بينا. فخلينا كده نظبط القعدة بتاعتنا الأول، ونطلع اللابتوب بتاعنا ونشتغل شوية صغيرين، وعلى بقية اليوم النهاردة لأن في كذا حاجة إن شاء الله كده ناويين نعملها، بقية اليوم نقعد نتكلم في الحاجات اللي كان نفسي حد يقولها لي دي. أما نشوف. طيب اشتغلت كده شويه الحمد لله، عملت اديتنج لتلات ارباع فيديو، بس حان الوقت ان احنا نروح نجيب بطاطا من الجمباز. يلا بينا. انده عليها. باي. طيب نيجي بقى للنصايح اللي كان نفسي حد يقولها لي. اول حاجه فيهم هو انه الدرجات مهمه ماشي، بس مش اهم حاجه. ليه؟ واحنا داخلين الكليه بيبقى هدفنا ان احنا نجيب اعلى تقدير ممكن، بحيث ان احنا هنرتب على الدفعه ونطلع من الاوائل، نشتغل بالترتيب العالي اللي احنا جبناه. فدايما احنا حاسين ان ترتيب الدفعه هو اللي بيحدد مستقبلنا، وده عكس الواقع تماما. انا اقدر اقول بعد فوق تقريبا حوالي 10 سنين من التخرج من الكليه، الموضوع ده مش صحيح تماما ومختلف تماما عن الواقع. فالدرجات للأسف مش بتقيس قد إيه أنت شاطر من الناحية العملية، وده ممكن تقيسه حتى على باقي الكليات. الدرجات بتقيس أنت قدرت تخزن المعلومة في دماغك قد إيه، وقدرت تعمل لها بروسيسنج ليها في وقت الامتحان قد إيه، وحفظت قدر قد إيه من الأسئلة أو قدر قد إيه من المعلومات. ولكن على أرض الواقع وفي الحياة العملية لما أنت بتنزل الشغل، السكيلز أو الكلينيكال سكيلز نفسها، أو حتى السكيلز بتاعتك لو أنت حتى مهندس أو في اي تخصص تاني، السكيلز بتاعتك على ارض الواقع مختلفه تماما عن النظري اللي انت بتقعد تدرسه في ايام الكليه. حتى ولو كنت في كليه عمليه زي كليه من كليات الطب وكده، فانت في الاول وفي الاخر حتى لما بتنزل المستشفى انت بتكون مجرد اوبزرفر، انت بس بتتفرج. يعني الاستشاري بيعمل حاجه او النائب بيعمل حاجه وانت بس عمال بتتفرج هو بيعمل ايه. انما على ارض الواقع انت ما عندكش مثلا ستريس مانجمنت، ما عندكش برايورتيزيشن للحالات اللي موجوده قدامك، مش قادر انك تاخد قرار، مش عارف تعمل ديسيجن ميكنج في الحاجات اللي انت بتشوفها. فكل السكيلز دي مش موجوده، مش بتدرسها في الكليه. على ارض الواقع انت محتاج انك تكون عارف الحاجات دي كلها قبل ما انت تكون شاطر ومقفل الدرجات كلها. النهارده في اوائل كانوا موجودين وانت لو بصيت حواليك حتى لو انت لسه بتدرس او كده هتلاقي حواليك اوائل كتير. بص عليهم كمان 5 سنين في الغالب ممكن ما تبقاش هتسمع عن 50%، 60%، 80% منهم مش هتسمع عنهم. وعلى المقابل في ناس كانوا متوسطين جدا والنهارده بتسمع عنهم فعلا شغلهم حاجه لا يعلى عليها، فعلا سمعتهم سواء الناس بتثق فيهم بشكل كبير جدا، او سواء كم المعلومات اللي عندهم، التدريب اللي اخدوه، سمعتهم في المكان، التزامهم، اخلاقهم، حضورهم، البيبرز اللي عملوها، الكلام ده كله عادي طلع من ناس متوسطين جدا ويمكن
كمان تفوقوا في الحياه العمليه اكتر من الناس اللي كانوا بيجيبوا درجات عاليه، لانه الناس اللي كان بتجيب درجات عاليه كان كل تركيزها في الغالب بنسبه كبيره كان تركيزهم ان هم يجيبوا اعلى الدرجات، يفضل قاعد قدام الكتاب عمال بيحفظ ويدش وخلاص، يدخل الامتحان نكتب الكلمتين وخلاص. انما التاني اللي كان متوسط، اللي كان افريج، كان بيشتغل على جزء الدراسه، ما كانش فيه احسن حاجه، ولكن في نفس الوقت كان عنده وقت كتير قوي فاضي، قدر ان هو ينمي سكيلز كتيره قوي فعلا في الحياه العمليه فادته. في الاول وفي الاخر كلنا هنتخرج وهيبقى معانا نفس الشهاده، مش نفس التقدير بس هيبقى معانا نفس الشهاده، بس الشاطر اللي يتخرج ويبقى معاه خبره اكتر من التاني. فالخلاصه يعني في النقطه دي ان الدرجات ممكن فعلا تفتح لك ابواب، بس المهارات والعلاقات والاستمراريه هي اللي هتخليك تقدر تكمل وتتميز في المجال بتاعك. تاني حاجة من النصايح اللي كنت أتمنى حد يقولها لي، وهو إن أنا كنت هعتبر إن الإنجليزي دي لو أنا عندي مادتين في السنة أو 3، هعتبر إن الإنجليزي دي المادة الرابعة بتاعتهم، هعتبر إن هي مادة بتضاف للمجموع مش مادة جانبية ملهاش درجات. هعتبر إن الإنجليزي ده مادة هذاكره، حتى لو هو فعلا هو مش عندي، بس كإنجليزي كلغة نفسها أنا كنت هذاكرها كمادة مذاكرتها زيها زي أي مادة من المواد التانية. فالإنجليزي هيفتح لك فرصة للتواصل مع ناس بره بشكل بروفيشنال اكتر، هيفتح لك الفرصه انك انت تقدر تعمل معادلات، تقدر تعمل زمالات، تقدر انك انت توصل لمصادر علميه بره بشكل افضل بكتير قوي من اللي ما عندهوش الانجليزي او السكيلز بتاعت الانجليزي. بلس كمان ان هو هيساعدك حتى انك تشتغل في اماكن احسن. النهارده حتى ولو انت في مصر او في السعوديه او في اي دوله خليجيه، لما بيجي يتعمل لك الانترفيو بيتعمل لك بالانجليزي. تخيل كده انك انت معاك اعلى درجه علميه ومش عارف تقول كلمتين على بعض بالانجليزي، هيوظفوك؟ مش هيوظفوك. طيب احنا وصلنا البيت بس كده بسرعه، ان فيدو كان عايز يدخل تويلت وهنطلع نرجع تاني نكمل يعني. طيب تكمله لموضوعنا، ثالث حاجه بقى من النصايح برضو اللي كان نفسي تتقال لي، هو انه ما تخليش الطب هو الهويه الوحيده بتاعتك. نعم، يعني ايه ما تخليش الطب يكون الهويه الوحيده بتاعتك؟ يعني عارف كده لما حد يجي يسالك يقول لك عرف لي نفسك، لما بتيجي في انترفيو كده يقول لك introduce yourself، فهتقول له ايه؟ في ناس مثلا ممكن لو الناس مثلا عندها اكتر من اهتمام يعني، او عندها اهتمامات مختلفه، فيجي مثلا يقول لك ايه، انا رسام، دكتور، اب، زوج، مهتم بكذا. فعارف كده بيبقى في كده بتلاقيك عمال بتسرد حاجات بتعرف بيها نفسك. لو انت في يوم من الايام خلصت الكليه لقيت نفسك انك بتعرف نفسك بعد 7 سنين كليه انك انت دكتور، مش لاقي حاجه تانية تعرف بيها نفسك، تعرف ان كان في مشكله كبيره قوي. انا الحمد لله لما انا خلصت الكليه ما كانش تعريفي الوحيد بس ان انا دكتور، كان في معايا حاجات تانية، لان كنت بشتغل حاجات تانية وكنت بعرف اعمل الحمد لله حاجات تانية. لازم تكون مخلص الكليه وانت ليك اكتر من تعريف لنفسك، مش بس دكتور، علشان لو خلصت الكليه بتعريف دكتور بس انت حرفيا خسرت كتير، خسرت مهارات، خسرت علاقات، خسرت حاجات كانت ممكن تفتح لك ابواب وفرص انت ممكن ما تتخيلهاش. علشان انا لو دكتور وقيمتي كلها في الطب، فهيحصل ايه لو انت مثلا لا قدر الله مثلا سقطت مثلا؟ هتعمل ايه لو انت مثلا لا قدر الله حصلت لك مشكلة في الشغل اضطريت انك انت تسيب الشغل بتاعك كطب؟ هتعمل ايه؟ تخيل انك انت حصل لك ما يسمى بالبيرن اوت او الاحتراق الوظيفي، اكيد كلنا سمعنا عنه الفتره الاخيره. يعني الاحتراق الوظيفي ده انك انت بتوصل لمرحله انك انت ممكن ما تقومش من النوم من كتر بقى الاسترس، وانك انت مش قادر تسيطر على خوفك ومش قادر تسيطر على الحاجه، مش مالك زمام امور حاجات، حرقت نفسك في الشغل لاسباب كتير بقى يعني مش مجالها دلوقتي. بس هتعمل ايه لو انت وصلت لمرحله الاحتراق دي انك انت خلاص مش قادر تقوم وتعمل الوظيفه بتاعتك، او حتى فقدت الشغف خالص في الحاجه اللي انت بتعملها؟ ايه الحاجه الجانبيه اللي هتكون بتقدر تعملها تقدر تاكلك عيش، او ان تقدر على الاقل حتى لو انت كنت مستريح ماديا تقدر انك انت تخليك تخرج بره الحته دي؟ لو انت ما عندكش اجابه للحاجه دي وانت النهارده طالب في كليه طب او طالب في اي كليه، راجع نفسك. انت محتاج يكون في حاجه جانبيه موجوده جنبك. لو انت في يوم من الايام حصل لك احتراق وظيفي من الحاجه اللي انت هتكون بتشتغلها في مجالك، لازم تقدر ترجع للحاجه التانيه دي، هتفيدك جدا وهتفرق معاك جدا نفسيا. وانا بناء على خبره حصل لي كتير قوي الموضوع ده، والحمد لله دايما
كنت بلاقي الحاجه الجانبيه اللي كانت بتساعدني ان انا اخرج من الدايره اللي كنت فيها. ومن ضمن الحاجات اللي انا بعملها النهارده الفلوجز اللي انا بعملها قدامكم دي، لان انا كنت وصلت لمرحله من الاحتراق في الشغل، خلاص مش قادر ان انا اشتغل، عايز اخرج بره الدايره دي وان انا اكسرها، فبدات ان انا اعمل الفلوجز دي. كان عندي حاجات تانية كنت بعملها قبل كده وبطلتها، فبدات حاجه جديده وتعلمت حاجه جديده. يعني ارجعوا الاول فلوجز من الاول خالص. في جزء قوي من الفلوجز اتعملت للناس اللي هم عاملين ممبرشيب في القناه او عاملين عضويه في القناه، يعني للي حابب يبقى يشترك في العضويه هتلاقيهم جنب زرار سبسكرايب، هتلاقي لو انت عامل سبسكرايب يعني هتلاقي في زرار جوين يعني، فانت ممكن تشترك في العضويه وتشوف الفيديوز القديمه وكده. بس انت ممكن تقارن مستوى الفلوجز القديم بالنهارده. من ضمن اهدافي ان انا كنت بدات الفلوجز ان انا برضو ان انا اطور عندي مهاره جديده. المهاره الجديده دي هي التصوير اللي انتم شايفينه، هي الكالرنج اللي هو تلوين اللي انا بعمله، والايديتنج نفسه، وتعلم برنامج جديد في الايديتنج نفسه، وان انا اكون عندي اريحيه في الكلام وانا بتكلم قدام الكاميرا. وده ساعدني في ان انا يبقى عندي اكتر شويه برزنتيشن سكيلز، ان انا النهارده انا بتكلم قدام 10000 واحد، 10000 سبسكرايبر، فده بقى بيديني اريحيه شويه، لان انا مجالي في الشغل ان انا بتكلم مع ناس كتير، بعمل تيتشنج، بعمل حاجات من دي، فمحتاج ان انا يكون عندي اريحيه في الكلام. فالفلوجز ساعدتني في حاجه زي كده. دي من ضمن المهارات الجانبيه اللي ساعدتني ان انا النهارده لو انا بعرف نفسي لحد، مش هقول له ان انا بس دكتور، ده انا هقول له ان انا كنت جرافيك ديزاينر، كنت موشن جرافيك ديزاينر، ان انا كنت بعمل كونتنت زي ده، ان انا بصور، ان انا بايديت، ان انا مونتير، ان انا بعرف اعمل كولرنج، ان انا بعرف ارسم، ان انا بعرف اعمل حاجات. فاقدر اعرف نفسي باكتر من حاجه. النهارده انت بتقدر تعرف نفسك بايه؟ دي مهمه قوي. وزي ما قلت قبل كده في الفيديو بتاع ثانويه عامه برضو، العلاقات 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 اهم ما انت ممكن تكون متخيل في الحياه الوظيفيه. بعد كده بعد ما انت هتخلص كليه هتكتشف ان كتير قوي من الوظائف، كتير قوي من المنح اللي انت ممكن تاخدها، كتير قوي من الفرص اللي انت ممكن تاخدها سواء جوه مصر او بره مصر هتكون معتمده على العلاقات. انا لحد النهارده لو انا هنصح نفسي لحد النهارده بعد سن ال30 هنصح نفسي ان انا يكون عندي علاقات مع الناس. انا ما عنديش علاقات مع الناس للاسف كتير، يعني قليل قوي. بس لو هنصح نفسي بحاجه لحد النهارده، العلاقات هي اللي هتفتح لك فرص انت لا تتخيلها. وانا هنا ما اقصدش بالعلاقات ان هي تكون واسطه، يعني انا اقصد انك انت شخص كفء فعلا، عندك المهاره او عندك المعرفه او عندك الشهاده، عندك الحاجات كلها، كل الريكويرمنتس اللي تخليك تشتغل الوظيفه دي او اللي تخليك تاخد المنحه دي او اللي تخليك تعمل الحاجه دي. بس انت محتاج الايه؟ العلاقه، التلميسه، عارف كده، المشبك اللي هيشبكك بالحاجه دي. المشبك دي اللي هو العلاقه مع شخص انت عارفه او شخص اشتغلت معاه قبل كده. طبعا انك انت تبني علاقه مع حد دي مهاره مش سهله قوي ان اي حد يقدر يعملها. عارف كده لما انت كده تروح كده في مكان تلاقي واحد عارف 20 طول ما هو ماشي عمال بيسلم على الناس، وعارف ده وعارف ده وعارف ده، ويوم ما في حاجه هتقف قصاده هيرجع لده، ويوم ما مش عارف مشكله تحصل له في الحته دي هيرجع لده. عارف انت الناس دول العلاقات دي بتيجي منين؟ العلاقات دي هتيجي من حاجات بره المذاكره، بره الاوضه والمكتب بتاعك اللي انت قاعد بتذاكر عليه، هتيجي من تعرفك، من المشاركه في الانشطه، من المشاركه في حاجات التطوع، من السفر علشان عمل حاجه معينه، من المساهمه في حاجه معينه، من الشغل في اسره، من الشغل في الجمعيه العلميه. الحاجات دي كلها هتديك الفرصه انك انت يكون عندك العلاقات، لان الحاجات دي بتضطر بيبقى فيه انشطه مثلا فيها مشاركه ما بين اكتر من جامعه، فبتعرف فلان من الجامعه دي وده من الجامعه دي وده من الجامعه دي. بعد كده تعرفوا بعض، بتدخلوا تعرفوا بعض على الفيسبوك، تويتر، لينكد ان، الحاجات دي كلها، ويبقى فيه شبكه علاقات بتبنيها من وانت صغير. اشتغل على شبكه العلاقات بتاعتك من وانت قد كده، عشان لما تكبر تلاقي في عندك كده ايه، الشبكه كبيره تقدر ترجع لاي حد وقت ما انت تكون محتاج اي حاجه. وبرضه من الحاجات المهمة جدا 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 هي انه دايما ما تقارنش نفسك وانت لسه في الاول بحد هو في نص الطريق. ودي طبقها على اي حاجة في حياتك. يعني انا النهاردة مثلا، خليني النهاردة على مبدأ مثلا الفلوجز اللي انا بعملها او الكونتنت كرييشن، يعني اللي هو المسمى بتاعه. يعني ما اجيش النهاردة وانا لسه بادئ الطريق بتاعي، وانا دايما على فكرة دايما بفكر نفسي بالحتة دي، انا لسه ببدأ في الكونتنت كرييشن. ما اجيش النهاردة وانا لسه بادئ اقول ايه ده فلان عنده 10 مليون شخص، ده فلان بيجي له 15000 كومنت على الفيديو، ده فلان اول ما بينزل الفيديو من هنا بتلاقيه ان هو الفيديو بتاعه بقى ترند مثلا. يعني في ناس ممكن تكون بتقارن نفسها بالشكل ده، بتشوف ده فلان ده وصل لكذا وانا بادئ اهو، او بقالي 6 شهور او بقالي سنه ولسه مش عارف اعمل ده. طب هو ده فلان ده بادئ بقاله 10 سنين، انت بتقارن نفسك بيه النهارده. طبق الموضوع ده برضو على الكليه بتاعتك. ما تجيش مثلا تكون لسه متخرج من الكليه، او تكون انت لسه بتذاكر، او انت لسه جاي من بيئه مختلفه او حاجه مختلفه، وفلان بيجيب مثلا بيقفل الدرجات وبيعمل كل حاجه وهو عنده
والده مثلا اخواته كلهم دكاتره، واخواتهم كلهم مثلا معاه، ووالده ووالدته دكاتره ومش عارف ايه، وعيلته كلها دكاتره، وهو مهروس في الموضوع ده من بدري قوي، وهم مدين له التيتا من الاخر، وانت النهارده الدكتور الوحيد في العيله وفي مكان نائي ومش عارف ايه، وجاي عايز بتقارن نفسك بيه. انت ظروفك غير ظروفه، هو اصلا هو بادئ الطريق بتاعه من نص الطريق بتاعك. فانت ما تقارنش نفسك دايما بحد وانت لسه في الاول، وتقارن نفسك بحد هو في نص الطريق او في اخره. ما تجيش انت تكون لسه متخرج من الكليه النهارده وتقول ايه ده مجدي يعقوب عمل كذا وكذا وكذا وانا لسه ما عملتش، او بعد 10 سنين حتى من شغلك ده هو عمل وانا ما عملتش. ما تقارنش نفسك بحد في نص الطريق وانت لسه في بدايته. النصيحة اللي بعد كده اللي أنا هكون بتمنى إن حد كان يقولها لي برضو من الأول، وهو إنه صحتك اشتغل عليها من أول يوم. لأن النوم بتاعك السيء، الأكل بتاعك الغلط، زيادة الوزن، الحاجات دي كلها دي فواتير أنت هتدفعها بعدين. أنت لو طلعت الأول وصحتك زي الزفت ونومك زي الزفت، حتى صحتك النفسية نفسيتك زي الزفت، الحاجات دي كلها انت هتدفع ثمنها بعدين. يا فرحتي وانت طالع الأول، ويا فرحتي وانت مقفل كل حاجة، ويا فرحتي وانت خدت اللي انت كنت تتمناه كله، وفي الاخر طالع معقد نفسيا، وطالع وانت صحتك زي الزفت، وطالع وزنك مش بتكلم على حاجه مرضي، مش بتكلم لو في ناس ممكن تبقى زياده الوزن بتاعها مشكله مرضيه، بس في ناس اللي هو لان هو قاعد طول النهار ما بيتحركش، قاعد قدام الكتاب، هو خلاص هو حياته هو والكتاب واحد، فيجي تلاقي نفسه وزنه عمال بيزيد، وقت الامتحانات عمال بياكل اكل سيء اي حاجه، او طول السنه حتى عمال بياكل اي حاجه، ما بيلعبش رياضه، حتى ما بيحركش جسمه. انا اقصد هنا ما بيلعبش رياضه او ماشي او حاجه، مش بتكلم روح جيم، في حاجات سهله جدا انك انت تكون بتتمشى في البيت، بتتمشى في الشارع، انا كنت بتمشى عادي في الشارع يعني. فالحاجات دي كلها هتدفع الضريبه بتاعتها بعد كده قدام. وانا واحد برضو من الناس برضو ما كنتش بهتم قوي بصحتي، وعرفت الموضوع ده متاخر، ويمكن حتى لحد النهارده ما اهتمش قوي برضو بصحتي يعني للدرجه يعني، بس كلها دي فواتير الواحد هيدفعها قدام. انا جيت هنا وشفت ناس بيبقى عندها 70 سنه وتلاقي الراجل بيجري ماراثون، انا ما اعرفش اجري ماراثون، تلاقي بيركب خيل، بينزل يعوم في درجه حراره سالب مش عارف 10، انا ما اعرفش اعمل الحاجات دي كلها. فالحاجات دي الواحد هيدفع الضريبه بتاعتها بعد ما يبقى 40 سنه، وبعد ما يبقى 45 و50 سنه هتلاقي الضريبه بتاعتك هتدفعها وهتبقى تقيله قوي. فحاول تقلل ضريبه الصحه دي قدر الامكان. انت كده كده هتدفع الضريبه بتاعتها، بس حاول تقللها قدر الامكان. But Mommy, I can't stay on my bike. ليه؟ Because Cause what? there's a finger. Sore finger. عايز تتمشى عادي؟ I want to go in my car. Yes, it's okay. براحتك. طيب فيدو قرر ان هو مش عايز يكمل بالعجله بره، فهنقعد في البيت، هنقعد نلعب هنا في البيت ونكمل كلامنا هنا من البيت. ماشي. المهم النصيحة بقى اللي بعدها ايه؟ انه انت ما تستناش الدافع علشان تعمل حاجة. يعني ما تجيش تقول مثلا انا مش عارف اذاكر لانه انا ما عنديش دافع، او انا مش عارف ان انا اتعلم حاجة جديدة علشان ما فيش الدافع او الحماس مش موجود. فدايما انا يعني حاجات كتير قوي عطلتني في مسيرة الدراسة نفسها بسبب ان انا ما كنتش متحمس ان انا اعملها. صبعك اتعور؟ معلش. You can pretend a sticker as a plaster. نيس ممكن صح. في ايده صبعه فمتعور تقريبا او كده، فهو عايز عليه ستيكر او بلاستر. نجيب الستيكر. ده الستيكر. يلا خد انت حطه بنفسك. تاخد ويل دون ولا جود؟ It was نيس. it. جود ذس وان. This one. يا حبيبي انت ايدك اتعورت ولا عورها كده؟ When I went to eat the shakes, there was a spike there, and I touched the spike to make the red. That's what happened. I didn't be careful. اتس اوكي. المره الجايه ممكن تبقى كيرفل. اتس اوكي. معلش. Well, wasn't. معلش يا بطوط. معلش. فالمهم يعني انه الواحد دايما كان بيستنى الحماس ان هو يجيله علشان يعمل حاجه او يخلص او ينجز البتاع. فبعد وقت يعني بقى الواحد بقى خلص بقى واشتغل وعمل امتحانات ومعادلات وزمالات ومش عارف ايه والكلام ده كله، فاكتشفت انه الانجاز انك تنجز الحاجه الاول وبعد كده الحماس يجي بعدين. يعني ما تستناش انه الحماس يجي، او ما تستناش انك انت عشان تخلص الحاجه انك انت يكون عندك الحماس حتى
حتى لو جالك ده بتاع الناس اللي نفسها قصير. يعني بمعنى ايه؟ انت مثلا نفترض انك انت النهارده عايز تحضر معادله او عايز تحضر زماله. التحضير المعادله او الزماله دي محتاج مثلا دراسه تقعد تذاكر 6 شهور سنه مثلا، حاجه زي كده. الحماس اللي هيجي لك علشان تبدا حاجه زي كده، انت هتكون شفت مثلا فيديو مثلا بتاعي، فشفتني ان انا في فيديو قلت لك المذاكره بتاعتها هتكون عامله ازاي، وفي الاخر هتسافر ومش عارف وهيحصل لك كذا وكذا وكذا، والحياه بتاعتك هتبقى عامله ازاي. فانت هتقوم راح متحمس. الحماس بتاعك ده هيستمر 3 4 ايام، وبعد كده بقيه ال6 شهور او بقيه السنه مفيش حماس. هتعمل ايه بقى ساعتها؟ ايه اللي هيخليك انك انت تنجز؟ فانت لو كنت معتمد على الحماس بتاعك او العزيمه بتاعتك او الفاهمين الادرينالين رش اللي بتيجي في الاول دي، عمرك ما هتعرف تنجز الحاجه دي. فلا، انت من النهارده من وانت صغير خلي تفكيرك دايما ان هو انا هنجز الحاجه واخلصها بافضل شكل ممكن، اكبر قدر ممكن، وبعد كده بقى الحماس يبقى يجي بعدين. يعني ما تخليش ان الحماس بتاعك ان هو يكون الوقود اللي يخليك انك انت تعمل الحاجه، لان لو انت اعتمدت على الحماس بتاعك زي ما قلت لك هو بيشتغل يومين 3 وفي الاخر الدنيا هتنطفي خلاص. والنصيحة اللي بعدها وهو انه الفشل في المرحلة بتاعة الدراسة دي هيحصل كتير وهيحصل غصب عنك، والاسباب كتير قوي انت مش هتكون عارف انك انت تدركها. فانا لو هقول لك حاجة في الجزئية دي هقول لك انه الفشل هو جزء طبيعي جدا قوي من الرحلة بتاعتك. يعني طبيعي انك انت هتمر بصعوبات وعقبات وفشل في الطريق بتاعك، زي مثلا انك انت ممكن لا قدر الله تسقط في امتحان او ما تجيبش فيه الدرجة العالية، انك انت تكون خدت قرار غلط، مثلا قرار غلط زي انك انت تأجل السنة دي او تأجل المادة دي، او انك انت مش هتمتحن المادة دي، او انك انت ما تذاكرش الجزء ده الشابتر ده مثلا من المذاكرة بتاعتك. فاللي اتعلمته من الحتة دي انه حتى الخطأ او السقوط ده او الفشل هو مش نهاية العالم، ده بالعكس ده نقطة أو عقبة أنت بتتعلم منها. صدقني حتى لو أنت ما اتعلمتش منها في وقتها، بس أنت لما تيجي تكبر هتعرف تريليت للحاجات اللي حصلت قبل كده وأنت صغير. يعني مثلا ده أنا مثلا نفترض مثلا كنت بذاكر مثلا الام سي كيو، مثلا طريقة الحاجات الاختيارات مثلا في الامتحان كنت بذاكرها بالطريقة دي، بس لما أنا يعني ما نفترض إنك أنت مثلا بتذاكر طريقة الام سي كيو إنك أنت بتدور على الإجابة الصح، فأنت مع الوقت اتعلمت لا إن أنا بستبعد الإجابات الغلط علشان أوصل للإجابة الصح. ففي واحد بيذاكر بالطريقه دي، نفترض يعني واحد بيذاكر بالطريقه دي والتاني بيذاكر بالطريقه التانيه، فانت وانت صغير كنت بتذاكر نفترض ايا من هما بقى كان هو الطريقه الغلط يعني، فانت قعدت تذاكر بالطريقه الغلط وده ادت ان هو انك انت تسقط في الامتحان او انك انت ما تجيبش الدرجه اللي انت عايزها في الامتحان. وبعد كده لما انت خلصت وبدات تذاكر حاجات تانيه لقيت ان الطريقه التانيه هي افضل بالنسبه لك المناسبه ليك انت، فتيجي تقول يا ريتني كنت عملت كده. بس انت اتعلمت من الخطا بتاعك وانت صغير وبناء عليه استبعدت الطريقه دي في المذاكره وقدرت تطبق طريقه تانية، عرفت ان هي انسب ليك لطريقه لطريقه مخك ازاي قادر ان هو يبروسيس المعلومات فيه ويحتفظ بيها والكلام ده كله. فيعني اللي هو فكره انه دايما الدروس الكويسه اللي انت بتتعلمها في حياتك دايما بتيجي من اخطاء كنت تتمنى ان هي عمرها ما تحصل بس للاسف حصلت، وبالتالي بناء عليه انت قدرت انك انت تتعلم من الاخطاء دي وبدات تتدارك الموضوع وتبعد عن الحاجه دي او انك انت تكررها تاني. طبعا من الغباء انك انت تكرر نفس الغلط مرتين، يعني دي حاجه تانية بقى، يعني ايه ممكن تراجع نفسك فيها بقى. واعتقد ان انا كنت بعمل كده والله، ممكن يعني في حاجات والله الواحد كان برضو كان يعني بيكرر نفس الغلط اكتر من مره يعني، بس اللي هو كان بيستسهل يعني. مش عارف هو احنا يفيد ان احنا نعمل حاجه الغلط دي مرتين، دي حاجه صح ولا غلط؟ غلط. فيدو قال ان هي حاجه غلط، انتوا كمان ايه ما تعملوهاش، صح؟ اخر حاجه بقى احب اقولها في موضوع النصايح ده عشان شكلنا طولنا قوي الفيديو، فان هو انت ما تعتمدش على الوظيفه او المرتب او الشهاده اللي معاك. دايما حاول قدر الامكان انك انت تبني حاجه جانبيه جنب الموضوع ده، وده يرجعنا لنقطه المهاره او الحاجه اللي انت بتعرف بيها نفسك بجانب لقب دكتور او مهندس او ايا كان اللقب اللي انت بتديه لنفسك. فدايما لازم يبقى في عندك انت باني حاجه جنب الشغل بتاعك، فسواء بيزنس صغير سواء
ممكن نفترض مثلا بتعمل كونتنت كرييشن مثلا، فانت عملت كونتنت ممكن بيعرف الناس عليك او بيبني لك بورتفوليو، انك انت تكون مساهم في حاجه معينه مثلا ممكن تكون بتجيب لك دخل عن طريقها. في ناس مثلا بتستثمر في البورصه مثلا، فممكن ده يكون حاجه مثلا مصدر جانبي. عارف يعني دايما يبقى في حاجه جانبيه، ما تعتمدش على الوظيفه بس بتاعتك ان هي تكون مصدر دخل. دايما خلي في حاجه جانبيه تقدر يعني وقت الزنقه في احلك الظروف يعني ممكن ان هي تسند شويه، لان محدش دايما عارف المستقبل فيه ايه، ومحدش عارف انت مكمل في اللي انت فيه ده ولا لا. فدايما الحاجه الجانبيه دي عارف اللي هو ايه، زي حاجه للطوارئ كده تكون موجوده معاك، ان لو لا قدر الله الدنيا قفلت خالص يبقى انت ايه، في حاجه كده جانبيه يعني موجوده يعني ليك. خاصه ان مؤخرا مثلا حاجه زي الاي اي مثلا بدا ان هو يكتسح مجالات كتير قوي، وبدا ينهي وظائف كتير قوي، وفي نفس الوقت بيخلق وظائف كتير قوي. دايما ايه، حط في حسابك ان ممكن الشهاده اللي انت قعدت تشتغل عليها سنين دي علشان تاخدها، ممكن في ثانيه كده كود صغير قد كده ينهي الوظيفه بتاعتك. والوظيفه بتاعتك فعلا ممكن تنتهي في خلال شهور وانت ما تعرفش، بالرغم انك انت شغال بقالك سنين علشان تعرف تاخدها. فخد بالك من الحته دي. فدايما يبقى خلي قدامك اكتر من اوبشن، بحيث لو لا قدر الله الحته دي اتوقفت يبقى انت عندك الحته الثانيه او الحته الثالثه او الرابعه يعني، عشان ما تجيش بعد كده تلاقي نفسك ايه ده الاي اي خد الحاجه بتاعتي، اعمل ايه؟ فيعني المهم يعني انا لو رجع بيا الزمن مش هغير دراسة الطب خالص، بالعكس لا هكمل في الطب وهدخل طب مليون مرة. بس يعني في الغالب بس ممكن هغير طريقة التفكير بتاعي شوية عن الطريقة المتحجرة اللي كانت موجودة دلوقتي. وانتوا حاليا محظوظين جدا انه في عندكم النت والاوبشنز والتشانلز بتاعت الناس اللي بتسافر واللي بتعمل واللي بتاخد منح واللي بتدرس كذا، وحتى طريقة مذاكرة الحاجة الدنيا بقت متاحة حرفيا. وانا كنت بعمل مثلا الزمالة بتاعتي مثلا كنت بعافر علشان اعرف السورس اللي انا هذاكر منه، يعني عشان اخد الزمالة بتاعتي السورس. بس انا عايز بس حد يقول لي السورس اللي انت هتذاكر منه بتذاكره ازاي بس يا جماعه. انا مش بقول لك ذاكر لي، مش بقول لك اديني اسئله الامتحان ولا حاجه، انا عايز بس تقول لي ذاكرت منين علشان اذاكر منه مش اكتر. والله العظيم كنت بعافر، وده كان بس من كام سنه يعني. فالنهارده الدنيا بقت مفتوحه ومتاحه، وكل واحد يقدر يعمل اي حاجه، وبتفتح اي حاجه بتاعت اي اي وتسال السؤال بس من هنا تلاقي نفسك لقيت الاجابه، وحتى يعمل لك خطه المذاكره نفسها بالوقت اللي انت عايزه بكل حاجه. فيعني دلوقتي مفيش حجه، يعني مفيش حجه لاي حاجه من الحاجات اللي انا قلتها من النصايح دي انك انت ما تكونش بتبدا تطبقها من دلوقتي او تشتغل عليها. ونهاية يعني معلش بقى على التطويلة دي، أتمنى إنك تكون وصلتوا في الفيديو لحد هنا. لو وصلتوا لحد هنا قولوا لي إنك وصلتوا لحد هنا. ولو أنت مهتم بالمشاريع اللي أنت ممكن تعملها وأنت في الكلية، فأنا هسيب لك فيديو هنا عن مشروع كنت أنا عملته وأنا في الكلية، ممكن يفتح لك شوية مدارك يعني وأفكار للموضوع ده. فاضغط عليه وشوفه واتفرج عليه، وأشوفكم في فلوج جديد. سلام.